يلا نسمي الله ونعمل مع بعض أحلى كيكة برازيلية بطريقة جميلة قوي. هنعمل فيها إبداع جميل هتعجبكم قوي وبطريقة سهلة ومكونات موجودة في كل بيت. الكيكة البرازيلية من أجمل الكيكات السهلة جدا ومكوناتها كمان موجودة معانا في البيت. يلا بينا على الفيديو هنعمل أحلى كيكة برازيلية وهتطلع معانا طرية وهشة وعالية بالشكل الجميل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين مطبخ أكلاتي. يلا نعمل مع بعض كده حاجة لذيذة أوي النهاردة ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونقول مقادير الكيكة البرازيلية: 3 كوب من الدقيق، 2 كوب إلا ربع من السكر، نص كوباية من الزيت المتواجد عندك يكون ريحته حلوة، ونص كوب من الزبدة، ومعلقتين من النشا السر السحري، ومعلقتين جوز هند، ومعلقة من البيكنج باودر أو 20 جرام، نص كوب من اللبن وفانيليا ومعلقة من الخل. وكمان معانا البيض هنشتغل بيه حالا. 3 بيضات في بولة زي ما احنا شايفين، ما كانش موجود في المقادير لكن طبعا اهو معانا ضروري 3 بيضات. تمام. وعليهم رشة حلوة كده من الفانيليا، وبالمضرب البيض او الخلاط او مضرب سلك المتواجد عندك اشتغلي بيه مفيش مشكلة. تمام. هنضرب البيض الاول كده ضربة خفيفة، نفكه من بعض بالفانيليا علشان الريحة بتاعت البيض تكون كويسة وحلوة مفيش اي زفارة. ننزل بقى بكوبايتين الا ربع سكر، ولو انت حابة التحلية تكون عالية شوية ممكن تخليها كوبايتين من السكر. هنضرب الكيك او الخليط اللي احنا شايفينه، هنضربه طبعا على اتجاه واحد، ما تغيريش الاتجاه وانت شغالة في الكيكات بالذات. تمام. ننزل بقى بنص كوباية من الزيت بعد ما السكر والبيض تجانس مع بعض تماما وتحس ان السكر داب، وكمان هننزل بمعلقة الخل الكبيرة. يبقى كده احنا نزلنا بكل السوائل المتواجدة عندنا للكيك وهنضربها كلها على اتجاه واحد. اوكي. شايفين الخليط جميل قوي. هننزل بالمكونات الجافة عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق المنخول. لازم تنخلي الدقيق علشان يطلع معانا الحاجة هشة وحلوة. وكمان ما ننساش معلقتين الكبار من النشا. النشا بيخليها هشة وجميلة. وده جوز الهند طبعا اختياري زي ما انت عايزة بس ضروري، لكن لو مش حباه خلاص اوكي. ومعلقة من البيكنج باودر، اوعي تنسي البيكنج باودر. تمام، او 20 جرام. هنقلب كله من تحت لفوق على اتجاه واحد. شايفين انا بقى يعني ببتدي احرك البولة معايا كده علشان تساعدني، فطبعا لقيتها تقيلة شوية فهبتدي اضربها بالمضرب تاني عادي ضربة كده بسيطة كله يتناسج مع بعض زي ما احنا شايفين. هضربه بالمضرب كده بسرعة. هو كده تقل معايا. بصوا طبعا هنعمل ايه بقى التركة الجميلة دي: نص كوباية من اللبن السخن، هننزل عليها بنص كوباية من الزبدة. هتبتدي تسيح معانا طبعا كويس، اللبن يكون سخن. التركة دي بتخليها فاتحة هشة عالية جميلة جدا. دي من التركات الجميلة للكيكة البرازيلية. ابتدي كده خليكي ورا الزبدة لحد ما تدوب معانا تماما. شايفين؟ هبتدي بقى افك الكيك لانها تقيله لان احنا ما كملناش باقي السوائل، باقي الزبده وباقي اللبن لو تفتكروا ما كناش حطيناهم. هنزل طبعا عليهم بالطريقه الحلوه اللي احنا شايفينها. اللبن السخن ما تقلقيش مش هيتفاعل ولا يعمل اي حاجه مع البيكنج باودر. هبتدي بقى افكه شويه بمضرب البيض عادي على اتجاه واحد، يعني لفه بسيطه مش كتير لان كان الخليط معانا تقيل شويه. كده عملنا اللبن والزبدة على اللبن السخن، فك معانا وبقى كمان سائل جميل قوي وريحته حلوة قوي على فكرة. دي الكيكة البرازيلية. التركة دي بتخليها حلوة قوي، والكيك بتاعها كده هاش وزي الجاتو وانتي بتاكليه هيبقى حاجة كده سوفت وجميلة قوي وجوسي. خلصت معانا الطريقة الجميلة. هاتي صينية حوالي 24
أو 28 المتواجد عندك، وهتكوني طبعًا دهناها بسمنة أو زبدة وبتعفّريها شوية بالدقيق، وهتنزلي بخليط الكيك، وهنكون مشغّلين سوري الفرن من بدري شوية عشان يكون سخن على درجة حرارة 180. هنحطه على الرف الأوسط، هياخد معانا نُص ساعة. شايفين؟ بعد نُص ساعة تشمي كده الريحة وتبُصي هتلاقيه ارتفع. هنختبرها، طبعًا استوت جميلة. هنسيبها تهدى شوية. طلعت معانا بعد نُص ساعة جميلة أوي، ولونها وردي ولذيذ. بُصّوا الارتفاع وهشة وتحفة جدًا. هنبتدي نعمل إيه، نسيبها تهدى شوية، يعني هتبتدي تبقى دافية. تبتدي قطّعيها بقى يعني التقطيعات اللي أنتِ حاباها، عايزة تقطّعيها صغير، تقطّعيها كبير، ما فيش مشكلة. أنا حبيت أقطّعها كده قطع حلوة متساوية زي الجاتوه. وهاقول لِك على بقى التركة الجميلة وليه هي برازيلية، لإنها تتعمل بطريقة حلوة. تيجي تطلّعي القطع بعد ما قطّعتيها. شايفين بقى الكيكة مرتفعة وجميلة وهشة ومن جوه كده لذيذة أوي. وبصوا وشايفين الفتحات اللي فيها بجد طلعت جميلة وتحفة زي ما احنا شايفين. تعالي بقى أقولك على حاجة نكمل باقي شغل الكيكة البرازيلية. هتجيبي لبن دافي، مش بارد ولا سخن، دافي، ومعانا كوباية من جوز الهند أو أي كمية متواجدة عندك. هتبتدي تشربي الكيكة في اللبن الدافي من كل حتة. طبعا بتشرب وبتبقى جوسي وتحفة ولذيذة وهتعجبك قوي. ابتدي بقى حطيها في جوز الهند ونبتدي كده نقلبها في جوز الهند كويس. انا عايزاها تتشرب من جوز الهند. هي طبعا شربت اللبن، شربيها في اللبن حلو. متخافيش، مش هتتعجن معاكي خالص، بالعكس هتبقى طرية وحلوة وجوسي خالص معانا بعد ما شربناها في اللبن كويس. يلا اغمزيها بقى كويس في جوز الهند. طبعا عايزه اقول لكم ان طعم الكيكه لما اتعملت بالشكل ده مع جوز الهند اتشربت وشربت من اللبن، حاجه جميله جدا جدا جدا. انا عملت كذا قطعه علشان تشوفي الطريقه، هي سهله جدا، مفيش فيها افتكاسه ولا اي حاجه، بس مجرد تريكات بتبتدي تعمليها وبتمشي عليها. والحلويات بالذات كل ما بتعمليها مقادير وبتمشي فيها صح بتطلع معاكي بالشكل الجميل. كان عندي بقى شويه جوز هند حمصتهم عشان اخد اللون الجولد الجميل. يعني بنعمل شويه من الديكوريشن كده بنديها شكل حلو. يعني حتى هتكتفي باللي أنا عملته، بس أنا شوية باحب أجوّد في حاجتي، باحب العين تاكل الأول. أي مكسرات عندِك، طبعًا أنا عندي شوية حاجات كده فاضلة في البيت من رمضان اللي فات ورمضان جاي، كل سنة وأنتم طيبين. عين الجمل، ابتديت كده وأزين الطبق وأحطها بالشكل الجميل وهنقدمها بالشكل اللذيذ. طلعت حلوة، لذيذة، اقتصادية وجديدة وجميلة، وطبعًا هتكون فعلًا juicy وطرية معانا وهتعجبنا كلنا. جربيها وقولي لي رأيك ايه. ان شاء الله الكيكة البرازيلية هتعجبك وهي هتعمليها بطريقة حلوة وكل مكوناتها موجودة في البيت. وقطعناها بالشكل اللذيذ ده. وقطعي الخرط اللي انت عايزاه. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.